ازيكم؟ معاكم أدري. فقرة أخبار خفيفة كده في نص اليوم نفرفش بيها الناس شوية عشان احنا حالتنا كلنا جميلة. المهم قالك الزمالك بيدرس نقل التدريبات بتاعته لملعب نادي الترسانة المقابل لنادي الزمالك طبعا عشان يقصروا المسافة نظرا لأعمال الصيانة اللي هتتم في ملعب النادي الزمالك بتاع حلمي زمورة. اعتقد بعد ما المدير الفني شاف الملعب وقال لهم ان الحاله الفنيه للملعب مش احسن حاجه وده ما ينفعش يتلعب عليه، فاعمال الصيانه اللي هتتم الفتره الجايه دي هتفرق جدا مع نادي الزمالك وهتقلل الاصابات اللي اعتقد دي واحده من اهم الاسباب لعوده الاصابه للونش مره تانية. الف سلامه على الونش، واحد من افضل المدافعين اللي جم في نادي الزمالك وعلى مستوى منتخب مصر بصراحه. يعني انا شخصيا بحترمه جدا، هو لعيب ملوش حل. عبد الله جمعه الباك الشمال السابق لنادي الزمالك، غزل المحله يعلن رسميا التعاقد معاه وقدموا فيديو اعتقد ناس كتير شافته. مش هنقعد نتكلم عن لقطه الفيديوهات، المهم ان هو بقى لعيب في غزل المحله، اتمنى له كل التوفيق. على غرار بقى عبد الله جمعه اخوه صالح جمعه الزمالك الاسماعيلي يعلن فسخ التعاقد مع صالح جمعه، ادوا له الورق بتاعه وقالوا له اتفضل شوف لك فريق تاني، خلاص كده احنا استنفذنا معاك كل الطرق. الامر اللي بيأكد ان صالح جمعه قصه بقى ان هو ما خدش فرصته مع الاهلي والكلام ده كله اي كلام. هو المنتاليتي بتاعت صالح جمعه كده، الاهلي ما عملش فيه حاجه، راح سيراميكا ما عملش حاجه، راح الاسماعيلي ما عملش حاجه، كل الفرق اللي بيروحوا ما عملش حاجه. كل المدربين اللي بتجيب صالح جمعه في الاول بيبقى عندها امل ان هو موهبه حلوه جدا، بس كالمعتاد احنا المواهب المصريه ولا في الدماغ، كله بيروح في اللي انتوا عارفينه. النهارده في اجتماع في النادي الاهلي لاول مره بعد وفاه الله يرحمه عمرو فاروق. الاهلي بيناقش في الاجتماع دوت شويه امور فنيه بالنسبه للعيبه والقيد والكلام ده كله، بس من اهم الحاجات ان هم بيفكروا ازاي يكرموا ذكرى عمرو فاروق، الراجل اللي يعني كان في الاهلي طول حياته وكان بيشتغل في الاهلي بحب وبروح، الله يرحمه يعني الله يرحمه. بس فالاهلي بيفكر ازاي يكرمه ويشوف احسن طريقه لتكريم اسم عمرو فاروق في النادي الاهلي. وعلى نفس النسق دوت الاهلي بيشوف مين اللي هيمسك مكانه مؤقتا، وفي الغالب اللي هيمسك مكانه هو خالد مرتجي لحد اجتماع الجمعيه العموميه الجاي، لان ما ينفعش على حسب اللائحه الداخليه للنادي الاهلي ان هم يعينوا اي حد او يعملوا اي انتخابات الا في وجود الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه الجايه امتى؟ فاعتقد في شهر نوفمبر الجاي. الله يرحم عمرو فاروق. دي اخبارنا الخفيفه كده، حبيت اشارككم فيها في نص اليوم. لو في جديد هتلاقوني معاكم. اتمنى تعملوا لايك شير سبسكرايب، ده اللي على اليوتيوب، وبالنسبه اللي على التيك توك تعملوا فولو، تمام، واعملوا شير برضه، يعني شويه شير كده حلوين، مش هتخسروا حاجه. مساكوا زي الفل.